الحرب الأهلية اللبنانية 1970-1990 قصة صراع معقدة. مقدمة: كانت الحرب الأهلية اللبنانية واحدة من أكثر الحروب تعقيدا في تاريخ الشرق الأوسط، حيث امتدت لمدة 15 عاما 1975-1990 وخلفت أكثر من 150 ألاف قتيل ومئات الآلاف من الجرحى والمهجرين. شهدت الحرب تحولات دراماتيكية حيث تدخلت قوى إقليمية ودولية، وانقسمت التحالفات عدة مرات. لم تكن مجرد حرب بين طوائف دينية، بل كانت صراعا سياسيا اجتماعيا وإقليميا انعكس على كل جوانب الحياة في لبنان. 1. جذور الحرب. لماذا اندلعت؟ الانقسام الطائفي والسياسي. لبنان بلد متعدد الطوائف، حيث يتقاسم المسلمون والمسيحيون السلطة وفق نظام سياسي طائفي. المسيحيون المارونيون كانوا القوة السياسية المهيمنة منذ استقلال لبنان عام 1943، فيما شعر المسلمون خصوصا السنة والشيعة بأنهم مهمشون سياسيا واقتصاديا. القضية الفلسطينية وتأثيرها. بعد حرب 1940 لجأ آلاف الفلسطينيين إلى لبنان واستقروا في مخيمات للاجئين. في عام 1969 وقعت الحكومة اللبنانية اتفاقية القاهرة مع منظمة التحرير الفلسطينية، مما سمح للفلسطينيين بممارسة العمل العسكري داخل لبنان. بحلول السبعينات أصبح لبنان مقرا أساسيا للفدائيين الفلسطينيين بقيادة ياسر عرفات، الذين شنوا عمليات عسكرية ضد إسرائيل، مما جلب ردود فعل إسرائيلية عنيفة. أدى الوجود الفلسطيني المسلح إلى تصعيد التوترات بين اللبنانيين، حيث انقسمت القوى بين مؤيدة ومعارضة لوجود منظمة التحرير في لبنان. انهيار الاقتصاد وزيادة الفقر. تفاقمت الأوضاع الاقتصادية وازدادت البطالة، مما أدى إلى تصاعد السخط الاجتماعي. تصاعد نفوذ الميليشيات التي أصبحت توفر وظائف ودعما ماليا للشباب العاطلين عن العمل. بداية الحرب 1975-1977. الشرارة الأولى. حادثة عين الرمانة 13 أبريل 1975. كانت هذه الحادثة البداية الفعلية للحرب، عندما قام مسلحون من حزب الكتائب اللبنانية المسيحي بمهاجمة حافلة تقل فلسطينيين في منطقة عين الرمانة، مما أدى إلى مقتل 27 شخصا. بعد ذلك بدأت الاشتباكات المسلحة تتصاعد بين الأحزاب المسيحية بقيادة الجبهة اللبنانية وبين القوى الفلسطينية المدعومة من قوى إسلامية ويسارية لبنانية تحت مسمى الحركة الوطنية اللبنانية. دخول الجيش السوري 1976. مع تصاعد العنف تدخل الجيش السوري بقرار من الرئيس حافظ الأسد بدعم عربي لمحاولة فرض الاستقرار ومنع انهيار لبنان. لكن سرعان ما تطور دور سوريا من قوة حفظ سلام إلى طرف في الصراع، حيث دعمت في البداية الفصائل المسيحية، ثم تحولت لاحقا لدعم بعض الفصائل المسلمة والفلسطينية. 3. تصعيد الحرب 1970-1988. دخول إسرائيل وتغير التحالفات. مجازر وتطهير طائفي. حدثت مجازر على أسس طائفية، مثل مجزرة الكرنتينا التي قامت بها الميليشيات المسيحية، ومجزرة تل الزعتر التي استهدفت الفلسطينيين. ردت الفصائل الفلسطينية والإسلامية بمجازر ضد القرى المسيحية، مثل مجزرة الدامور عام 1976. الغزو الإسرائيلي 1988 واحتلال بيروت. في يونيو 1988 اجتاحت إسرائيل جنوب لبنان وصولا إلى بيروت بهدف القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية. حاصرت إسرائيل بيروت لمدة 3 أشهر وقصفت المدينة بشكل مكثف، مما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين. انسحب ياسر عرفات وقواته إلى تونس
مما أنهى الوجود العسكري الفلسطيني في لبنان. جي مجازر صبرا وشتيلة 16 سبتمبر 1982. بعد اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل، قامت ميليشيات القوات اللبنانية بمجزرة مروعة في مخيمي صبرا وشاتيلا، راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين بتواطؤ من الجيش الإسرائيلي. الفوضى والانقسامات 1982 1989. مرحلة الميليشيات آدي بروز حزب الله والمقاومة الإسلامية. في 1988 تأسس حزب الله بدعم من إيران وسوريا، وبدأ بشن عمليات مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب. أصبح الحزب قوة عسكرية متصاعدة، خصوصا بعد طرد إسرائيل من بيروت وانسحابها إلى الجنوب. حرب المخيمات 1955 1977. اندلع صراع بين حركة أمل الشيعية المدعومة من سوريا وبين الفصائل الفلسطينية في بيروت ومخيمات اللاجئين، مما أدى إلى سقوط آلاف القتلى. جي تفاقم الفوضى وانهيار الدولة، تفكك الجيش اللبناني، وانقسمت القوى الأمنية بين الميليشيات المتصارعة. استمرت الاشتباكات العنيفة في بيروت والجنوب، وأصبحت البلاد مقسمة إلى مناطق نفوذ تسيطر عليها الميليشيات. نهاية الحرب 1999 1999. اتفاق الطائف وتوحيد لبنان. اتفاق الطائف 1980. تم التوصل إلى اتفاق في مدينة الطائف السعودية برعاية عربية ودولية لوضع حد للحرب الأهلية. الاتفاق نص على إصلاحات سياسية تقلص من النفوذ المسيحي وتمنح المسلمين دورا أكبر في الحكم. تضمن الاتفاق نزع سلاح جميع الميليشيات باستثناء حزب الله الذي بقي مسلحا بحجة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. حرب الإلغاء 1990 وسقوط ميشيل عون. رفض قائد الجيش ميشيل عون الاتفاق، وأعلن الحرب ضد الجيش السوري فيما عرف بحرب الإلغاء. انتهت الحرب في أكتوبر 1990 عندما اجتاح الجيش السوري القصر الرئاسي في بعبدة، وأجبر عون على اللجوء إلى السفارة الفرنسية ثم نفي إلى باريس. نتائج الحرب: لبنان بعد 1990 الخسائر البشرية والمادية: قتل أكثر من 250,000 شخص وجرح مئات الآلاف. دمرت بيروت وشهدت البلاد انهيارا اقتصاديا ضخما باستمرار النفوذ السوري حتى 2005. بعد الحرب بقيت القوات السورية في لبنان حتى انسحابها عام 2005 بعد اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري. صعود حزب الله كقوة رئيسية. برز حزب الله كأقوى قوة عسكرية وسياسية في لبنان، خاصة بعد انسحاب إسرائيل من الجنوب عام 2000.